ممكن تكون بتعمل خير لكن مفيش النية السليمة. خد بالك، النية في العمل هي اللي بتحدد اتجاه الثواب. بمعنى، عملت خير من غير النية هتاخد خيره في الدنيا. عملت خير ونويته لوجه الله وطلبت منه يترد لك في أولادك، في صحتك، يكون أنيسك في القبر، هتاخد ثوابه في الدنيا والآخرة إن شاء الله. وفي كل الأحوال الأمر في إيد ربنا سبحانه وتعالى. وبما إن ربنا مش بيظلم حد، فيقوم موفقك في حياتك، عاطلك مال، عاطلك صحة. انت بتعمل خير، تمام، خد خير، خلص نصيبك في الدنيا. لكن الإنسان المؤمن الصالح تلاقيه يجمع بين العمل الصالح مع النية. خليني أبسطها لك أكتر. لو بتساعد حد محتاج وانت نيتك خير، قول يا رب اجعل مساعدتي الفلان دي تكون نور في قبري. بتوزع أكل على غلابة، قول يا رب اجعل العمل ده يوسع علي قبري. يا رب اجعل عملي ده يأنسني في قبري. يا رب اجعل عملي ده يخلي قبري روضة من رياض الجنة. ومش كده وبس، ده انت ممكن تعمل كده كمان مع من رحل من الدنيا، زي الوالد أو الوالدة، الأخ، الأخت. ابعت هدايا للي بتحبهم. الجميل في الموضوع ده لك أن تتخيل إن الحسنة ب10 أمثالها، وإن الله يضاعف لمن يشاء. يعني تحت إيدك كنز من الحسنات فيك ويكفي اللي بتحبهم. بتعمل العمل الصالح أو بتقول الكلمة الطيبة في ثانية واحدة، ويستمر أثرها الطيب عند ربنا، ويستمر مفعولها، وتستمر الحسنات في الزيادة. كبرت بخاطر حد، كظمت الغيظ، عفيت عن اللي ظلمك أو أذاك، ونويت إن العمل ده يكون معاك في القبر. الكلمة اللي قلتها والعمل اللي عملته في لحظة، وطلبت من ربنا إن العمل ده يكون نور في قبرك، أو يوسع عليك القبر، أو يكون جليسك في القبر. مفيش حاجة بتطلبها من ربنا طالما نيتك خالصة لوجه الله إلا وربنا هيردها لك. وبما إنك سألت الكريم، فمفيش حد هيقدر يقول لك أو يوصف لك حجم كرم ربنا. يا رب أعطيتنا مفاتيح كل شيء. ويبقى الأمر مرهون باغتنام العبد للهدايا والعطايا اللي منحتها له. اللهم افرش قبري وقبر أبي وأمي وآبائكم وأمهاتكم وقبورنا جميعا بفراشا من الجنة. اللهم اجعل قبري وقبر أبي وأمي وآبائكم وأمهاتكم وقبورنا جميعا روضة من رياض الجنة. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا واجعلها خير ونيسة لنا في قبورنا. في النهاية بأكد عليكم وعلى نفسي قبلكم: اعملوا من الخير ما تستطيعون، واجعلوا نية العمل خالصة لوجه الله، واطلبوا من الله ما تشاءون، فوالله إن الله يقول للشيء كن فيكون. لو نويت تشارك العمل ده، ما تنساش تكون نيتك إهداء لمن سبقونا، وعمل صالح ينتظرنا في نهاية الرحلة.